السلام عليكم متابعيني الكرام، أهلا بيكم. كل عام وكل حبايبي طيبين وبألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل الكحك إن شاء الله بمقادير مظبوطة جدا، ويكون دايب معاكي كده وحاجة كده اللهم بارك جميلة جدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المقادير وطريقة التحضير. هحتاج كوبايتين من السمنة، ولو المج العادي يبقى كوبايتين ونص، ودقيق اللي هو متخصص للكحك والبسكوت، وكوباية من المية، وهاخد معلقة صغيرة من الخميرة، وسمسم متحمص هاخد منه معلقتين، وريحة الكحك، وسكر بودرة، وبيكنج باودر. دي كل المقادير اللي انا هحتاجها للكحك. هحط معلقة من الخميرة، ويفضل ان هي تكون معلقة صغيرة بمعلقة الشاي، وعليهم معلقتين من السكر الحبيبات العادي. هقلبهم كويس واسيب الخميرة لغاية ما اختبرها يعني. في الوقت ده هجيب الدقيق، ده كيلو من الدقيق، وهبدأ ان انا انخله كويس، والخطوة دي مهمة جدا. بعد كده هضيف عليهم معلقتين من السمسم، وعليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، والخميرة والبيكنج باودر معلقة صغيرة من معلقة الشاي. انا هنا مزودة لاني اصلا عملت اكتر من الكيلو، يعني انا هنا حطيت خميرة كتير وبيكنج باودر كتير، لان انا هنا هعمل اكتر من كيلو. وهحط ريح الكحك وذرة ملح، وهنزل ب4 معالق من السكر. ممكن لو عايزة مسكر تزودي السكر براحتك، مفيش مشكلة، بس السكر يكون سكر بودرة. هقلب المواد الجافة كويس جدا، وبعدين هنزل عليهم بالسمنة. لو عايزة الكحك يكون ناعم قوي بس مش هتقدري تطلعيه من الفرن ولا تمسكيه، هو كده المقادير المظبوطة بالظبط. في السمنة هتزودي شوية من السمنة، معلقتين بالكتير قوي. هبس بقى الكحك كويس قوي، والخطوة دي مهمة جدا ان احنا نبس الكحك كويس. انا دلوقتي هشيل المعلقة وابدأ ان انا ابس الكحك بايدي لغاية الدقيق كله ما يتغلب بالسمنة. انا هنا مسرعة الفيديو، بس انا فضلت ابس فيه لغاية كله ما اتشرب كده، وابدأ ان انا ما بعجنش، انا بس بلم كده الحاجات كلها ببعضها، وده شكل العجينة وقوامها. مادام ما عملتش وقت معايا كده، تبقى ان شاء الله باذن الله عجينة مظبوطة 100%. عندي عجوة احط عليها معلقتين من السمسم، وعليها معلقتين من السمنة، وعجنها كويس، وابدأ ان انا اكورها على كور، وبعمل كده في الملبن. اعجنها كويس جدا، وابدأ ان انا اكورها كده بحجم الكورة، كور بقى صغيرة متوسطة، براحتك خالص زي ما تحبي. انا عملت الملبن والعجوة بنفس الشكل. عندي بقى العجينة بتاعتي سبتها مدة دقيقة واحدة ترتاح فقط، عقبال بس ما عجنت الملبن والعجوة. واخد كرة من العجينة واحط في قلبها كرة من الملبن او العجوة ايهما، وببدأ ان انا اضغطها كده، وفي الصينية اللي بتدخل الفرن، وبشكلها معايا على شكل كورة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. هعمل بقى كل الكمية وارجع اوريها لكم باذن الله. دي الصواني اللي انا بعمل فيها. بعد كده هجيب المصفى بتاعة العصير دي، وابدأ ان انا اخد الكحكاية واضغطها كده
كويسة هتدينا الشكل اللي هو المتخرم دوت. وبدخلها الفرن على درجة حرارة 180 وما بتاخدش وقت، وبعد كده بشغل عليها الشبكة بحيث ياخد لون. تقدري تغمقي اللون تفتحيه براحتك خالص. انا بحب الكحكاية يكون لونها غامق كده شوية من فوق ومن تحت. وده الشكل النهائي للكحك بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. انا كده خلصت الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك وشير. اشوفكم على خير في فيديو جديد. دمتم سالمين في رعاية الله.